السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا بينا. بقينا في الحر والصيف ومحتاجين لحاجة تسقع كتير ونعمل احلى ايس كريم شوكليت وفانيليا مع بعضينا. يلا يا حبايب قلبي شوفوا القمر ده هيتعمل ازاي. بس متنسينيش في شير ولايك وسبسكرايب من مطبخ رانيا لأول مرة. ان كنتي اول مرة بتشوفيني انا اسمي رانيا شعلان ودي قناتي على اليوتيوب. يلا يا حبايب قلبي هنعمل ايس كريم الخلاط السريع، اسرع من كده مش هنلاقي. معايا المكونات بتاعتي نص كوب من كريم شانتيه الخام، معايا ربع كوب سكر بودره، معايا نص كوب من اللبن المكثف المحلى اللي احنا عاملينه في البيت على ايدينا، معايا كوب حليب مثلج، معايا تلج برضو، ومعايا فانيليا. يلا بينا يا حبايب قلبي، معانا الخلاط بتاعنا اهوت. هسمي بسم الله كده وهنزل بالكريم شانتيه بتاعي، بعد كده ربع سكر بودرة، واسمي بسم الله كده هنزل باللبن بتاعي دهوت نص كوب الاول كده. هشوف الكريمه بتاعتي هتعمل ايه، واوالي التلج، ومعايا ورقتين من الفانيليا، وهبدا اخفق كده في الخلاط بتاعي لحد ما احصل على قوام متماسك. تعالوا كده نشوف اللهم بارك الايس كريم بتاعنا بقى عامل ازاي. بصوا ما شاء الله. هبدأ انزل هنا بكوباية الحليب بتاعتي عشان هو هيحتاج كوباية من الحليب، الكمية المقادير اللي انا قلت عليها دي. شايفين اللهم بارك حاجة جميلة. بصوا ما شاء الله الايس كريم بتاعي تماسك ازاي. الفانيليا حضرت هنا بولة هبدأ انزل بيها بالايس كريم بتاعي ده هنا كده. شايفين ما شاء الله الخلاط خلاه متماسك اكنه معمول في مضرب ازاي. وهنا بقى هبدأ بسم الله كده انزل بربع كوب من الحليب المكثف وهدي تقليبه كده جيدة لحد ما يتجانس. وهو ده بقى ايه العامل الاساسي بقى للايس كريم بتاعنا اللي بيخليه جميل زي بتاع بره بالظبط. افضل اقلب كده اكني بضربه في الخلاط علشان طبعا ما يلحقش يفك مني والكريم الشانتيه بتاعي يرجع يفك تاني. وهروح افضيه في بوله عشان يبقى لها غطا محكم واحطه في الفريزر لمده 8 ساعات. وهبدا كده يا حبايبي بقى في بوله تلاجة او حفظ افضي الايس كريم بتاعي زي ما انتم شايفين كده، ويقعد كده في الفريزر لمده 6 ساعات او 8 ساعات لحد ما يتماسك. وهبدا كده اعدل العلبه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده بالسباتولا، وانزل اي فراغات فيها. هبدا كده بالبتاع كده اهو لحد ما ايه يتساوى في قلب العلبه بتاعتنا. وابدا كده اغطيه مع الفريزر 6 او من 8 ساعات ان شاء الله. وهنا يا حبايبي هنعمل ايس كريم الشوكولاته او بالكاكاو بنفس الطريقه بتاعه ايس كريم الفانيليا بالظبط، بس ما هيزيد عليها 4 معالق من الكاكاو. هروح اعمل الطريقه واضربها لان طبعا مش عايزه ازود عليكم كميه مده الفيديو عشان ما يطولش. هروح اعمل الحاجات دي كلها اضربها واوريكم الشكل النهائي بتاع ايس كريم الشوكولاته. دي قشطه زياده من عندي طبعا زي ما انتم شايفين. هنا بقى ببدا انزل كده بالكاكاو واضربه عشان يتخلط ويبقى معايا ايس كريم بالكاكاو. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي كده انا قلبت خلاص الايس كريم الشوكولاته في قلب بعضه وبنزله. واخر مكون هنضيفه وهو الحليب المكثف ده بقى برضو زي ما فهمتكم كده بيدي تيست عالي قوي. هبدا كده ايه اقلبه كويس. شايفين اللبن المكثف وادى اللون بتاع الايس كريم الشوكولاته في حته تانية خالص. شايفين بقى يا حبايبي دي كانت ايس كريم قديمه عندي علبه. هبدا كده ايه اسمي بسم الله. شايفين اللون اللهم بارك. بصوا 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 هنا، بصوا هنا كده في الكاميرا من تحت. شايفين اللهم بارك. شايفين الايس كريم لسه ما اتحطش في الفريزر وعامل ازاي حاجه جميله جميله جميله. بعد يا حبايب قلبي 6 ساعات من الايس كريم لما بقوا في الفريزر بسم الله. بصوا ما شاء الله ادي معانا الايس كريم الفانيليا وايس كريم الشوكولاته. انا طبعا ما عنديش معلقه ايس كريم فهستخدم دول المغرفتين دول بتوع الايس كريم بتوعي انا بستخدمهم. هستخدم واحده للشوكولاته وواحده للفانيليا. بصوا بقى كده هنبدا كده بسم الله ناخد كده بالمنظر ده زي ما انتم شايفين اللهم بارك
حاجة كده جميلة. هبدأ انزل كده بيها في البولة بتاعتي زي ما يعجبك. وهنا كده يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين، ادي اول بولة وتاني بولة. بصوا المنظر. ممكن بقى ما شاء الله اللهم بارك بقى ايه تزيني كده الشوكولاتة بقطعة من الكيكة، والعكس برضك الكريمة تزينيها بقطعة هوز كده اهو، وشوكولات شيبس برضو عليها كده. هنا مثلا شوكولاتة شيبس كده زي ما انتوا شايفين. بصوا المنظر اللهم بارك، حاجة جميلة كده. ايس كريم طبيعي تحسوا انتوا بتاكلوا تورت. قطعة كده من البسكويت برضو على الفانيليا بتاعنا عشان الطبق بتاعنا يبقى معزز مليان كده ايه خيرات الله. كده يا حبايب قلبي يبقى المنظر النهائي بتاع الايس كريم بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين كده. المنظر اللهم بارك، حاجة طبيعية جميلة عاملاها في قلب بيتك بايديكي، مكونات كلها انت اللي شايفاها وعارفاها. كده يا حبايبي يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاعنا. دمتم في حفظ الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.